بسم الله. النهارده هاعمل فرخة محشية في الفرن، محشية فريك وكبد وقوانص ني في ني. انتوا عارفين ان كل حشواتي ني في ني بيكون نفسها حلو وطعمها حلو جدا. طبعا هنا معايا فرخاية حوالي كيلو ونص مغسولة كويس جدا بالملح وبالدقيق وبالليمون. معايا هنا تتبيلة الفريك، سمن ومعلقة صلصة اللي هي العلب، حبهان ورق لوري مطحونين، فلفل اسود، ملح، نص قطعة من المرقة، بهارات العشرة اللي أنا عاملاها، 2 فص مستكة، معايا عصير ليمونة، معايا كبد وقوانص أي كمية انت عايزاها، معايا دبس رمان، تتبيلة الفرخة اللي أنا هتبلها، معلقة سكر، فلفل أسود، ملح، بابريكا، حبهان ورق لوري مطحونين، بهارات الفراخ، زعتر، توم باودر، ومعلقة سمنة بلدي كبيرة، ومعايا كمان كوباية من الفريك مغسولة بس، معايا بصلاية مدعوكة بملح وفلفل اسود، ومعايا بصلاية كمان مفرومة عادي. البصلاية المفرومة عادي هنزل عليها بالبهارات اللي قلت لكم عليها، معلقة السكر، فلفل اسود، ملح، بابريكا، حبان ورق لوري مطحونين، وبهارات فراخ وزعتر وتوم باودر ومعلقة سمنة بلدي وعصير الليمونة ودبس رمان، وهقلبهم كويس جدا. وهبتدي ادعك بيها الفرخة من جوه ومن بره ومن تحت الجلد وفي كل مكان لغاية لما التتبيلة تدخل جوه الفرخة، وهسيبها تتبل لغاية لما أخلص الفريك بتاعي، تكون هي اتبلت أحلى تتبيلة وأحلى فرخة محشية في الفرن بالفريك الني في ني. تعالوا نعمل الفريك. معايا هنا حلة وهنزل بمعلقة سمنة حلوة كبيرة، وعليها كمان شوية زيت علشان تخلي الفريك معايا مفلفل. وبعد كده هجيب فصين المستكة اللي انا قلتلك عليهم، اللي انا هبتدي اتبل بيهم تتبيلة الفريك. حطيت فصين المستكة ونزلت عليهم بالكبد والقوانص، هفضل اشوحهم تشويح حلوة جدا. وبعد كده هنزل بالفريك برضو هشوحه تشويحة حلوة. وبعد كده هبتدي انزل بالبهارات اللي انا قلتلكوا عليها، اللي هي حبان ورق لوري مطحونين، فلفل اسود، ملح، نص من المرقة، بهارات العشرة اللي انا عاملاها معاكم. وطبعا هقلبهم كويس جدا. وبعد كده هنزل بالبصلة المدعوكة بالملح والفلفل الاسود اللي انا قلتلك عليها، بتدي نفس حلو جدا وبتتشوح شوية. بعد كده كوباية الفريك بتاخد كوباية مية، وهسيبهم لغاية لما يشربوا خالص، يعني بتاخد نص سوا للفريك. وبعد الفريك ما يبرد هبتدي احشي بيه الفرخة. اوعي تحشي اي حشو وهي سخنة، لازم تبرد الحشوة معاكي وبعد كده تبتدي تحشي بيه فراخ، حمام، سمان، اللي انت عايزاه. زي ما انتوا شايفين خلصت الحشو بتاعي، ما كترتش حشو لا تحت الجلد ولا جوه الفرخه. وبعدين ربطت الرجل وهبتدي اجيب خله واحطها فيها. عايزه تعمليها في الكيس الحراري زي ما انت شايفه وتحطيها في صينيه براحتك خالص. انا هنا هحط صينيه وعليها سلك وهبتدي اسويه. حطيت شرايح ليمون وحطيت كوبايه ميه علشان تطري معايا الفرخه وتخليها جوسي ما تنشفهاش. وبعد كده حطيت عليها ورق فويل ودخلتها الفرن حوالي تاخد معاكي ساعة ونص ساعتين لغاية لما تستوي. ولما تستوي هتبتدي تشيلي ورقة الفويل وتخلي الشواية مفتوحة عليها. لو عندك كمان المروحة هتساعدك كمان في السوا على طول. وقعدت معايا زي ما تقعد لغاية لما تستوي وتحطي فيها خلة أو سكينة، هتلاقي الفرخة ما طلعتش أي دم أو أي حاجة، فتكون كده استوت معايا. زي ما انتوا شايفين خدت سواها في الفرن حوالي كده ساعة ونص ساعتين إلا، لغاية لما خدت أحلى سوا وأحلى وش زي ما انتوا شايفين. هبتدي أفتحها من النص وهوريكي ازاي الفريك عندي هنا مفلفل وحلو جدا والمية مظبوطة واستوى. وطبعا السوائل بتاعت الفرخة والتتبيلة اللي أنا كنت متبلاها من جوه كلها بصل وكله سوا بعضه، وطلعت أحلى فرخة ومستوية حلو جدا وجوسي. والمية اللي أنا كنت حطاها في الصينية من تحت مخلية معايا الفرخة جوسي وحلوة جدا ومش ناشفة خالص ولا مقددة، بالعكس كلها جوسي وحلوة قوي. وعايزة اوريكي الفراخ قد ايه مستوية، وكمان الفريك زي ما انتوا شايفين الحبة بحبتها وكله مستوي. واحلى فرخة محشية في الفرن على السلك، فرخة محشية بالفريك والكبد والقوانص. جربي طريقتي. وكمان باعمل جنبيها تومية بتكون لذيذة قوي وحلوة جدا ومش محتاجة أي حاجة جنبيها، هي اكتفيت بالفريك والفرخة بس وكمان معاها التومية. جربي طريقتي في الفرخة المحشية بالفريك وطبعا بالكبد والقوانص والبصلة المدعوكة بالملح والفلفل الأسود اللي بحطها قبل ما أحط المية. يعني البصلة مش محطوطة في الأول خالص، لما بتحطيها في الآخر بتدي نفس حلو. ولأول مرة يشوف القناة يدوس لايك وفعل الجرس، واستنيني فيديوهات جديدة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.